اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. قبل ما تقولي ان ابني عصبي وبيطلعني عن شعوري، خليني اسألك سؤال مهم. هو عصبي فعلا ولا مش عارف يعبر غير بالطريقة دي؟ لو ابنك بيزعق او بيخبط او بيترمي على الارض او بيقلب فجأة من هدوء لغضب، يبقى الفيديو ده ليكي. خلينا نتفق على حاجة من الاول، الطفل العصبي مش طفل وحش. العصبية عند الأطفال غالبا بتكون غضب مكبوت أو توتر أو خوف أو احتياج مش مفهوم. لازم نفهم إن الطفل ما عندهوش قاموس مشاعر، ما يعرفش يقول أنا متضايق أو أنا محبط، فيعمل إيه؟ يصرخ ويتخانق ويتعصب. وطبعا أول غلطة بنقع فيها هي غالبا أول رد فعل بنعمله، زي إن إحنا نقول له اسكت أو اهدى أو بطل عصبية أو أنت مستفز أو هضربك لو ما سكتش. بس خليني أقول لك الحقيقة المؤلمة شوية، الطفل وهو متعصب مخه بيكون مقفول، يعني مش سامع ومش فاهم ومش قادر يهدى غصب عنه. العقاب وقت العصبية زي انك تطلبي من واحد بيغرق انه يعوم صح. طيب نعمل ايه بقى؟ اول حاجة لازم نحسسه بالامان قبل التربية. اول ما الطفل يتعصب لازم تقربي ليه وتنزلي لمستواه، لازم صوتك يبقى اهدى منه مش اعلى، ولازم تقولي له انا شايفه انك متعصب او واضح انك متضايق قوي. الجمله دي بقى بتعمل ايه؟ بتطمنه وبتحسسه انه مفهوم ويبدا المخ يهدى. تاني حاجه مهم انك تفصلي بين الشعور والسلوك، ودي نقطه محوريه. قولي له انت من حقك تزعل، بس مش من حقك تضرب ولا تكسر ولا تشتم. كده انت اعترفتي بالمشاعر وحطيتي حد للسلوك، وده اهم درس في التحكم في الغضب. تالت حاجه ما تتناقشيش معاه وهو مولع. اكبر فخ ممكن تقع فيه انك تقعدي تشرحي له وتربيه وهو لسه متعصب. استني سيبيه يهدى شويه حتى لو 5 أو 10 دقايق، وبعدها قولي اللي انت عايزاه. رابع حاجه دوري على السبب الحقيقي. اسالي نفسك هو جعان ولا عايز ينام ولا زهقان ولا تقارن بحد او اتحرم من حاجه فجاه. خامس حاجه علميه بديل للعصبيه. مش كفايه نقول له ما تتعصبش، لو متضايق خليه يبعد دقيقه، ياخد نفس، يرسم، يتحرك. الاطفال بيتعلموا بالبديل مش بالمنع. كمان نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، خلينا أكون صريح معاكم، لو البيت كله توتر وزعيق وعصبية وضغط، طبيعي الطفل يطلع عصبي، وده مش اتهام، ده وعي. وأحيانا عشان نقدر نسيطر على الطفل ويهدى لازم احنا كمان نهدى الأول. وافتكري دايما ان السلوك رسالة، ولما نفهم الرسالة صح بنقدر نغير السلوك من غير ما نكسر الطفل. ولو حابين تعرفوا تتعاملوا ازاي مع سلوكيات تانية زي الكذب والعناد والغيرة والخوف، تابع السلسلة الجديدة على القناة وشارك الفيديو مع اي ام محتاجة تسمعه.